السلام عليكم حبيباتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. فيديو اليوم رايحين نعملوا بيتزا كوفير او كوكا، تجي مورقه وبنينه تهبل. ركزوا لي على بنينه، مانيش حنعملوا عجينه مورقه، مش حنعملوا زبده التوريق. رايحين نعملوها بوصفه سهله وملاحه. وقبل ما نبداو نصليو على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بسم الله. نبداو الوصفه تاعنا. عندنا كاس حليب درجه حراره المطبخ ونص كاس زيت. الكاس تاعي يهز 220 مليلتر من السوائل. هنا البنات الوصفه الاصليه فيها حبه بيض صغيره، واذا الحبه تاع البيض تاعك كبيره تعمل البيض الصفر تخليهم بعد. انا قاعد لي الصفار من الوصفه تاع الكريب تاع قبل، عملت 2 صفار. حطيت لها ملعقه صغيره خلا سكر، ملعقه صغيره ملح، ورشة تاع خميرة الخبز. رشة البنات حوالي ربع مغرف، حرص المغرف بركة، متكترولهاش. وحركتها مليح مليح. لهنا ضفت عليها 2 كيسان فرينة بعد ما حركت مليح المكونات مع بعضاهم، وحطيت لهم ملعقة صغيرة تاع خميرة الحلويات او بيكن باودر. نخلطها مليح مليح كما راكم تشوفوا. انا نحي لافوي ونزيد نضيف الفرينه بشويه. ضيفوا بشويه البنات. ضفت الكاس الثالث والرابع نبقى نزيد فيه بشويه حتى نحصلوا على عجينه تكون طريه مليح وما تلصقش باليدين. الكميه تاع الفرينه تبقى على حسب النوع تاعها. الفرينه كاين تشرب كاين لا، وعلى حسب حجم البيض. وهنا نحي السباتيل ونكمل نلمها بيديا. ما كانش كما اليدين باه تعرفوا القوام تاع العجينه المناسب. نبقى نضيف كما راكم تشوفوا بالفرينه غير بشويه بركه باه ما تنشفش ياسر. انا نسحق العجينه تاعي طريه. هنا ما بقيتش نزيد الفرينه، الكميه دي كفاتني. دات لي 3 كيسان ونص ولا اكثر من نص بشويه، كما قلت لكم على حساب نوع الفرينه وعلى حساب حجم البيضه. هاو اللي قعد لي من الكاس الرابع. لهنا البنات نهز العجينه تاعي ونحطها شويه على سطح العمل. ندلكها غير شويه برك، مش ندلك الشغل، نرطبها هكا نلمها مليح. كما راكم تشوفوا اني ما حذفت والو. هذا واش درت. شوفوا العجينه كيف القوام تاعها طريه وما تلصقش في اليدين. لهنا البنات نجيب قطاعه ولا بالسكينه ولا كما تحبوا، نقسم العجينه تاعي على 4 قطع متساويه، نكورهم الكل ونحطهم في طبق ونغطيهم مليح بكيس بلاستيكي ولا فيلم اليمونتير، ونخليهم على الاقل نص ساعه يرتاحوا. كل ما يرتاحوا اكتر كل ما تجينا سهله في الحلان وما تعذبناش. على الاقل نص ساعه. وهنا نروحوا نحضروا للحشوه تاعنا. في مقله حطيتها تسخن على النار، حطيت فيها حوالي 3 ملاعق كبيره زيت، حطيت عليها 2 حبات بصل كبار شويه قطعتهم هكا بالطول جوانح. وهنا نخليهم يتقلوا شويه برك يبداو يدبالوا شويه. هنا دبلت لي شويه البصله، ضفت لها 2 حبات كبار طماطم قطعتها مكعبات، وضفت لها ملعقه صغيره ملح، شويه فلفل اسود، ملعقه صغيره فلفل احمر او بابريكا، وضفت عليها نصف ملعقة طماطم مصبرة اختيارية على حسب نوع الطماطم اللي عندكم. ونبقى نحرك فيهم حتى هكا على نار متوسطة حتى تدبال ويشرب الماء تاعها، لازم تنشف. لهنا البنات نجيب العجينة تاعي بعد ما ريحت مليح نص ساعة ولا أكتر. هنا دوبت ملعقة كبيرة معمرة مليح تاع مارغرين، دوبتها خلاها البنات. وشوفوا في الكسرونة نخلي لازم الحليب هذاك اللي يقعد لتحت هذاك لازم نحيوه، سينو ما تجيكمش مورقه كما لازم. ضروري يا البنات ملاحظه دي، خاطر جربتها مره بلا ما نحيت لها داك الحليب ما تورقت ليش، خاصه اذا عملتوا مارغرين لابيل كما عملت انا. ونحط على جنب باه تاخد درجه حراره المطبخ ماذا بينا يعني تكون بارده شويه، ما تكونش سخونه تحرق. ورشيت سطح العمل بالفرينه ولا تحبوا تعملوا نشا. ونحلو العجينه تاعنا، نبداو بالكريه الاولى نحلوها مليح مليح، نحلوها رقيقه مليح. ضروري البنات نحلوها رقيقه وتتحل بسرعه. العجينه تاعنا روعه البنات، طريه وربوزات وكلش، راح تجينا سهله كما راكم تشوفوا. نحطها على جنب، نحطها في جهه اخرى، وباه نزيد نحل كريه واحده اخرى.
كما راكم تشوفوا البنات عملتها رقيقة خلا العجينة. نزيد نحل الكرية الثانية كيف رش سطح العمل مليح بالفارينة. انا عملت غير فارينة برك البنات وشفتوا النتيجة جاتني على الكيف. وهنا البنات بعد ما حليتها مليح نعمل الحجم تاعها قد الاخرى قد اللي حليتها الاولى ندهنها كما راكم تشوفوا بالمارغرين اللي ذوبناها بعد ما خدات درجة حرارة المطبخ. نحاولوا نوزعوها المارغرين على كامل سطح العجينة كما راكم تشوفوا. ونجيب العجينة الاولى تاعي ونزيد نحطها فوقها بالطريقة دي البنات. من الأحسن كي نحلو العجينة في الأول نعملوها على شكل مستطيل ونمشيو العجينة هكا نحطها مليح فوق بعضها ونزيد كيف ندهنها بالمارغرين كما راكم تشوفوا. ونفس الشيء نحاولوا نوزعوها على كامل العجينة تاعنا وما نخليو حتى فراغ هكا باه من بعد يطعملنا التوريق مليح. نجي هنا ونطويها بالطريقة دي نطويها مرة بالطول والثانية ونعدلها هكا مليح بيدي العجينة تتكسل مليح. ونزيد ندهن الوجه هذا بالمارغرين كما قلت لكم عملت غير ملعقة واحدة كبيرة معمرة مليح وتكفيني الزوز خبزات هذوما الاولين. ومن بعد كي نجي نعمل المرحلة الثانية راح نزيد ندوب ملعقة الاخرى. زدت طويتها كما راكم تشوفوا مع مرتين هكا وخلاص نحطها في كيس بلاستيكي. هنا عملت الخبزات اللي بقاو لي تانيين نفس الطريقة نغطيهم مليح ضروري بكيس بلاستيكي ونحطوهم 10 دقائق في المجمد ولا 20 دقيقة في الثلاجة. أنا بعد ما ارتاحوا لي 10 دقائق في المجمد باه تحكم روحها ديك المارغرين مليح ومتعذبناش كي نجيو نحلوها. رشيت سطح العمل مليح بالفارينة والعجينة كيف رشيتها حتى هي ونحل العجينة تاعي على شكل مستطيل. مدابين على قد القالب كل مرة نجيب القالب تاعي ونقيسه كما راكم تشوفوا. لهنا البنات بعد ما حليتها مليح نحطها في القالب في البلا تاعي. البلا تاعي الومنيوم وقديم خلا هذا نموت عليه يطيب لي مليح يحمر لي الحاجه مليح وما يلصقليش. ما عملت والو في البلا ما عملت لا زبده لا فارينه لا زيت ما والو. حطيت العجينه طول التمه وجبت الشكشوكه اللي طيبناها في الاول بعد ما بردت لي شويه ونوزعها على كامل سطح تاع العجينه وماذا بيكم نخليو شويه حتى سنتيمتر في الاطراف. زد ضفت لها شويه جبن مبشور اختياري انتم الحشوه حطوا فيها واش تحبوا تحطوا طون تحبوا زيتون. في الشكشوكه طيبوا في الاول مع البصل شويه فيونداشي. وهزيت العجينه الثانيه بالحلال بعد ما حليتها مليح وحطيتها فوق الحشوه كما راكم تشوفوا ونحاول نغلق عليها من الاطراف نضغط عليها مليح نوصلها مع العجينة التحتانية كما راكم تشوفوا البنات نضغطوا عليها مليح وتجيبوا سكينة ولا قطاعة جرارة ونحيو العجينة الزايدة كما راكم تشوفوا. أبعاد القالب اللي عندي فيه 30 على 35 سنتيمتر. العجينة دي تجيني على قد وقد. ونجي هنا نقطع الكوكا تاعي الحجم اللي تحبوه أكيد أنا حنعملها على 12 حبة ونقطعها مليح. تقطعوا البنات توصلوا السكين لتحت هكا باه تورق لكم مليح وطيب لكم مليح تاني. وهنا جبت صفر حبه بيض تكون ضفت له 2 ملاعق كبيره حليب خلطهم مليح ونجي هنا ندهن بيهم الكوكا تاعي كما راكم تشوفوا ندهنها مليح كل الوجه تاعها. اللي ما تحبش ريحه البيض تقدر تضيف لها ملعقه كبيره خل وتجي تدهن بها الكوكا تاعها باه تعطينا التحميره ديك الملاحه واللمعه الملاحه. وهنا حبيت نزينها غير بحبات زيتون اختياري. والفرن حطيته يسخن من قبل 4 ساعة كيكة على أقصى درجة خليه يسخن مليح. من بعد نحط البلا تاعي هنا مباشرة نحط البلا تاعي في الفرن ونقصله على 160 درجة نخليوها طيب بعقلها خلا باه تعطينا التوريقة دا وما تجيناش معجنة. كي نشوفوا الأطراف تاعها بداو يتحمروا نطفيو عليها من تحت ونشعلوا عليها من الفوق ونهبطوا البلا لتحت في الفرن باه ما يكونش قريب الحرارة للنار
باه طيبلنا مليح كي تتحمر نخرجوها ونقسموها وبالصحة والهنا. شوفها كيفاه تتقرمش وكيفاه مورقة أي تهبل يا البنات. الوصفة تلقاوها مكتوبة في صندوق الوصف. إذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش حطوا لي جيم. مع السلامة حبيباتي.